السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان ايه يا دكتور اللي بيزود حساسية الاسنان؟ اللي بيزود حساسية الاسنان في الغالب تآكل طبقة المينا اللي هي الانامل، الطبقة البيضاء الموجودة على السنان من بره. طب ليه بتتاكل الطبقة دي؟ بسبب انك انت بتشرب عصاير حمضية كتير، بتجز على اسنانك كتير اثناء النوم. ده بيخلي السنان تبدا ان هي تتكسر. دي من الحاجات اللي بتزود الحساسيه. طب لو عندك حساسيه واتاكدت ان انت في عندك حساسيه، لازم تروح لدكتور الاسنان فورا مختص عشان يديك الحل الافضل ليك، او يبدا معاك يديك حاجات فيها فلورايد، يبدا يساعدك في المشكله بالظبط. انما انت هتقعد تمشي مع نفسك دايما، بقول لك المشكله بتزيد سوء بالوقت لو انت اهملتها. فتروح لدكتور السنان عشان يخلص لك حاجتك ومشكلتك اول باول. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.